Good evening. Good evening. Good evening. مساء الخير. مساء الخير اخواني الوطنيين. انا شكيب خليل. هذه اللي مورايا هذه مرتي نجاة. ريحي بكبت قلبي في بهدلتنا. هذه نجاة، هذه هي سندي وعوني في السرقة والنهب، وفي الحقيقة أنا أشكرها على المجهودات الكبيرة اللي بذلتها معي باش ناخذوا فلوسكم يا أعزائي الوطنيين الجزائريين ونعيشوا بها ونتمتعوا في أمريكا كما ستشاهدون في هذا الفيديو. باي باي. بين شرفتي هذين المنزلين دارت قصة طويلة، قصة شكيب خليل وزير النفط الجزائري السابق، وزير النفط الجزائري الهارب. هذه الشرفة هي شرفة بيت في وهران عاش فيه شكيب خليل سنوات شبابه بعد أن عاد من وجدة في المغرب التي ولد فيها. وهذه الشرفة في باريس هي شرفة منزل ابنه سينا خليل الذي اشتراه بأموال أبيه التي سرقها من الجزائر. قعدوا في الغربة حيارة والغربة صعيبة وغدارة. كانت عائلة خليل تملك محلا للخياطة في شارع خميستي في وهران. يبدو أن جده هو الذي أنشأه سنة 1925. أما هذا الملصق الإشاري فتاريخه يعود إلى منتصف الستينيات. كتب عليه كما يظهر: خليل avec ses 40 années d'expérience vous habillera en classique ou au dernier cri de modèle mais toujours avec élégance. تعرف تبلعط يا خليل أنت وجدك وأبوك. وكانت هنالك علاقة أسرية بين عائلة شكيب خليل وبين عائلة بن شنهو التي ينتمي إليها عبد اللطيف بن شنهو وزير المالية السابق، بما يكشف حجم النفوذ الذي تتمتع به بعض الأسر البرجوازية في الجزائر. شكيب خليل يبدو أنه كان ابن رجل مثقف بدليل أن أباه سماه على اسم شكيب أرسلان أحد رواد الفكر العرب، وسمى أخاه طه حسين على اسم طه حسين الأديب المصري المعروف. لكن في النهاية تنكر شكيب خليل الاسم الذي سمي به، فاقترنت تسمية شكيب بالسرقة وأصبحت مشتقا من مشتقاتها، فأصبحنا نقول شكب يشكب شكبا فهو شكيب، أو سرق يسرق سرقة فهو سراق. شكيب هاجر بعد ذلك إلى أمريكا حيث درس بمنحة جزائرية في جامعتي تكساس وأوهايو التي التقى فيها بزوجته الحالية نجاة عرفات التي غادرت نابلس سنة 1962 أيضا للدراسة في أمريكا ولم تعد إليها. وزوجته نجاة عرفات لا علاقة لها بياسر عرفات لأنها تنحدر من عائلة مسيحية من نابلس في الضفة الغربية في فلسطين، بينما ينحدر ياسر عرفات القدوة الحسيني وهو اسمه الحقيقي الكامل من غزة وبالضبط من خان يونس. وهذه أحدث صورة لشكيب ونجاة تنفرد بها مجلة السياق العربي، وقد التقطت منذ أشهر في حفل تخرج ابن أخي نجاة في إحدى الجامعات الأمريكية. مهنة الخياطة يبدو أنها لم تنقرض في عائلة شكيب خليل. سونيا زوجة الابن الأكبر لشكيب سينا خليل ورثت هذه المهنة وأنشأت شركة للموضة بأموال زوجها وأبي زوجها المسروقة من الجزائر. سنة 2011 نظمت سونيا وزوجها أسبوعا للموضة في مدينة نيويورك أطلقت عليه تسمية Planet Chic Fashion Week.
ثم بعد ذلك قامت بنشاطات أخرى تنفق فيها الأموال يمينا ويسارا دون أن يكون لها أرباح واضحة، بما يعني أن النشاط في النهاية كان مجرد تبييض للأموال. فلنستمع إلى سونيا تتحدث في هذا الأمر. We are very good. I'm good. How are you? I'm pretty good, and you? We are very, very happy about everything. So yes. How was for you, for you guys, being like doing this fashion show? It was fantastic. It was great. People seemed to enjoy it, and the designer was fantastic. I mean, it was perfect. It went so well. So it was obvious for us to just invite people from all around the world. And do you guys have like the next fashion show coming up? We are working on it. Okay. Yes, with different continents this time. So a little bit of Asia, and I cannot tell you more. So you have to follow us. Okay. Definitely next season at the New York Fashion Week. Absolutely. Yeah. And to follow their work, give us the website, please. www.planetchic.com. Go to planetchic.com and you will know everything about them. Thank you so much. إيرفي غاكو هذا هو مختص في الموضة والأزياء، يحمل الجنسية الفرنسية ويعود أصله إلى مدغشقر، وهو صديق لسونيا ولسينا خليل ابن شكيب خليل. إليكم لقطات من المعرض، لقطات فاضحة، لقطات تنفق فيها الأموال ولا ندري هل تعود أموال تؤخذ من بترول الشعب الجزائري ولا يحاسب عليها من أخذها. وعدي عمل طحطاحة وعدي كان زينها زين الودادي يا وادي لا طحطاحة وعدي كان زينها زين الودادي رجعت ضمتني فؤادي وليت نبكي وننادي رجعت ضمتني فؤادي وليت نبكي وننادي. خليل هو في حد ذاته لغز كبير يحتاج إلى حل. كل سنة أو سنتين ينشئ شركة ثم يغلقها، ثم ينشئ شركة أخرى ثم يغلقها، طبعا بأموال أبيه شكيب خليل، أموال الشعب الجزائري في حقيقة الأمر. هذا يثبت أن كل هذه العمليات عندما هي لتبييض الأموال، أموال تبيض في نشاطات وهمية كتكنولوجيات الإنترنت والاتصال وأشياء أخرى يصرف عليها بالمليارات. نعم، مليارات وليست ملايين، مليارات تصرف على مشاريع شكيب خليل وأبنائه الوهمية. من هذه المشاريع إنشاء مواقع الإنترنت، هذه المواقع التي تظهر في هذه الصورة مثل cgkla.com، وcgkla معناها تشلبي غانم خليل لقمان أسوسييت، نسبة إلى وزراء النفط في الجزائر ونيجيريا وليبيا والعراق، وهم على التوالي شكيب خليل ورلوان لقمان وعاصم تشلبي وشكري غانم. وقد توفي منهم اثنان وزيرا النفط السابقين في ليبيا وفي نيجيريا
في ظروف غامضة تبعت نشأة هذه الشركة، شركة تشبه العصابة التي يبدو أن رئيسها هو شكيب خليل. سيناء خليل يعيش في بذخ هو وزوجته سونيا كما تثبته الصور التي سنعرضها الآن. أما الابن الأصغر لشكيب خليل وهو خلدون خليل وعمره يقارب 39 سنة، فرغم اتهامه بالعلاقة مع فريد بجاوي المتورط هو أيضا في فضائح مماثلة، إلا أن نشاطاته أقل بكثير من نشاطات أخيه الأكبر سينا، كما أنه وزوجته إليزابيث هادلي قليل النشاط لا يظهران كثيرا في المناسبات العامة. ورغم أن خلدون يبدو أكثر عمقا وثقافة من أخيه الأكبر سينا، إلا أنه متورط أيضا في مشروع وهمي سماه خليل جلوبال انتليجنس، وهو مشروع للدراسات والاستشارات السياسية ودراسة المخاطر في دول العالم الثالث. لا يبدو أنه يربح، ولكن يبدو أنه يستفيد من الريع الذي أخذه شكيب خليل وهرب به من الجزائر. نترككم مع أنغامي وهرا وهرا رحت خسارة. نعم، ليست وهرا وهرا هي التي راحت خسارة فقط، بل الجزائر كلها راحت خسارة بشكيب خليل والسلال والتوفيق والسعيد بوتفليقة والطرطاق والربراب والحداد والواءات لا تنتهي.